إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد هو خاص بصيانة اللي هي الجهاز ده. أنا جبته كالعادة، معرفش إذا كان شغال ولا مش شغال. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا جماعة، يا ريت ما تنسوش إنكم تدعمونا في القناة بتاعت الجديدة اللي هي القناة الإنجليزية، هي خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية لجميع الأعمار بالطريقة الصحيحة. هتلاقوا الرابط بتاعها تحت اسم عنوان الفيديو إن شاء الله، ويا ريت تدعمونا فيها بالاشتراك، وانا باذن الله ان شاء الله هبداها لما يوصل عدد المشتركين فيها ل1000 اشتراك. والوقت نبدا الفيديو بتاعنا. الوقت هنحاول نحطه في اللي هي السيريا ونشوف اخباره ايه. انا حطيته خلاص في السيريا يا جماعه، هو ميت تماما. اول حاجه يا جماعه هنختبرها، نشوف اللي هي كابل الباور from inside. انا هشيل. تعالى يا جماعه، بدل ما نفتح الفيشه ديت نفتح كده كده هنفتحه. فتعالى نفتح الغطا اللي بره ونحاول نقيس اللي هي، نشوف اللي هي الكابل الباور موصل للكاسيت ولا لا. هو يا جماعه من اللي جوه انا اللي هضطر ان انا اشيل اللي هي البورده دي كلها، ماشي. عشان اقدر ان انا اقيس، اللي هي كابل الباور. بس انا اعتقد المشكله هنا في البريدج اللي شكله غريب ده، في البريدج ده اعتقد يعني. بس ما نسبقش الاحداث ونشوف، لان الترانس ده صعب اللي هو يتحرق صراحه. ماشي، نفك الاول ونشوف. مفيش يا جماعه في تيار متغير طالع من الترانس. لازال برضه ممكن تبقى المشكله تبقى برضه في كابل الباور. هنشوف في كابل الباور ونشوف بعد كده لو كابل الباور سليم نشوف ايه المشكله اللي ممكن تبقى موجوده. كابل الباور سليم يا جماعه، مفيهوش مشكله. طيب يبقى تاني خطوه هنروح ايه، هو مفيش عندنا هنا، مفيش اي سي طالع هنا خلاص. يبقى المشكله طبعا هو الترانس انا مستبعده، يعني مستبعد الترانس. فممكن تبقى المشكله عندنا في الكونفرتر. ماشي، الكونفرتر هو بيحول ال 220 110. انا مستبعد الترانس. اخر حاجه نشك فيها هي الترانس. خلاص، هو ممكن مش يعني مش هنستبعده خالص، هو ممكن خلاص، بس برضو الكونفرتر ممكن تكون المشكله دي من الكونفرتر. تعال نستبعد واحد واحد. بص يا جماعه، هوريكم طريقه ممتازه جدا. دلوقتي ده الكونفرتر، فاحنا عايزين نلغيه، ماشي، وندخل الكهرباء مباشرة على الترانس. طب منين نعرف؟ طبعا انتوا عارفين اللي هو الكونفرتر ده بيبقى فيه ايه، 110 220. ده منين نعرف اللي هي السلوك الخاصة بال 110، وازاي نعرف الخطوط اللي واصلة بال 220؟ هقول لكم طريقة، ودي للمبتدئين والغير المبتدئين، سهلة جدا وتقدر بسرعة على طول توصل ليها بدون ما تعمل اخطاء. لانك طبعا لو انت وصلت الكهرباء 220 على الترانس، على الخط اللي هو على ال 110، هتحرق الترانس. تمام. فعشان كده يعني الغلطة زي ما بيقولوا بفورة. طب امال نعمل ايه؟ ببساطة جدا. شوف، هو هنا المحول اهوت، خلاص، ده اللي هو الكونفرتر. فين ال 220؟ 220 اهو، هنا وهنا، ماشي. ده 200 220، هنا 230 و250. تمام. يبقى هو الجنب ده الخاص بالايه، بال 220، اللي هو ايه، السلكتين دول اللي هي الابيض والاحمر. طبعا الازرق ده هنشيله خلاص، وهنوصل تاني، لان طبعا ده مش ده وصل بالكونفرتر، ما هوش وصل ايه ما هوش وصل بالترانس. اللي وصل بالترانس اللي هم فردتين، اللي هم ايه، الابيض والاحمر. ماشي. يبقى احنا عندنا اللي هو الجنب اهو بتاع اللي هي ال 110، اللي هم الجنبين دول اللي هو الاحمر والبني. الاحمر والبني اهو الجنب اهو، ماشي. مش عارف كنت واضحه ولا مش واضحه. ده اللي هو 110 220، قصدي ده ال 110 115، اللي هو ايه، اللي هو اللي هو الاحمر والبني، الاحمر والبني. طيب الاحمر والبني ازاي؟ الابيض ده هو المحايد، ماشي. الابيض ده اللي هو النيوترال. يعني ايه؟ يعني انت اساسا لما توصل، لما تجيب الابيض مع الاحمر ده، هيديك كام؟ هيديك 110 115 127. اما تجيب الابيض ده مع اللي هو البني، هيديك 100 110. طيب الابيض ده اما تجيبه مع الاحمر اللي تحت، خلاص، هيديك 230 250. طيب الابيض مفروض مع اللي هو الازرق، بس الازرق طبعا ده احنا هنفصله،
المفروض هديك ايه 220 200 230 250. تمام. دلوقتي يا جماعه حيدت اللي هو المحول ولسه ما فيش برضو اي حاجه وصل الجهاز، يبقى المشكله في الترانس ترانسفورمر. دلوقتي يا جماعه في عندنا اللي احنا هنبدل هي الترانس ده. طيب دلوقتي منين نقدر نعرف اللي هي قيمه الترانس ده؟ لان هو طبعا محروق. هنعرف قيمته من عدد الحجاره اللي الجهاز بيشتغل بيها. فهو الجهاز ده بيشتغل ب6 حجاره، يبقى 6 حجاره في 1.5 فولت يبقى 9 فولت. ماشي. في انا عندي اهوت في عندي اهوت ترانس تاني ده 9 فولت. ماشي، 9 فولت ونص. مفيش مشكله، وممكن ايه النص فولت ده مش مشكله، لان هنا طبعا ايه ده الامبير بتاعه عالي وده الامبير بتاعه اقل شويه، فممكن ايه النص فولت الزياده ده يعوض شويه من الامبير. دلوقتي المشكله التانية اللي هتقابلنا يا جماعه اللي هي بالنسبه للترانس ده، فهي السلوك اللي هي الخروج زي سلوك الدخول بالظبط. طب منين نعرف الدخول من الخروج؟ ببساطه جدا هنجيب اللي هي الافوميتر. ماشي، الطرف اللي هيصفر فيه يبقى هو ده الخروج. ماشي، يعني نجيب نظبط اللي هي الافوميتر عندنا على الصفاره، فلو سمعنا صوت الصفاره يبقى هو ده الخروج. ماشي، ببساطه جدا يعني. هنا يا جماعه ما بديش صفاره، معنى كده اللي ده ايه؟ اللي ده الدخول. There's no buzzing sound. This means that this is the input. This is the output because there is a buzzing sound. تعال نركبه بقى يا جماعه ونشوف. Once again, let's plug in the power protection circuit to see whether there are still some other problems with the power circuit or not. دلوقتي يا جماعة تعالى نحطه مرة تانية في السيريا عشان نشوف إذا كان يا ترى في مشاكل تانية في دايرة الباور ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا جماعة اهوت، هحط في الفلاش عشان تشوفهم. Now there is power. دلوقتي يا جماعة أنا وصلت السماعات اهوت عشان أعرف أسمع الصوت، ففي صوت شغال بس صوت واطي. أنا لفيت المفتاح الفوليوم لحد الآخر بس لا زال الصوت واطي جدا، فأعتقد اللي هي المشكلة في مفتاح الفوليوم. انتوا شايفين الصوت عالي اهو. طيب تعال نغير مفتاح الفوليوم نشوف الأخبار ايه. بس الأول يا جماعة نركب الترانس وبعد كده نشوف مشكلة الفوليوم. قبل يا جماعة ما نقرر ان احنا نشيل مفتاح الفوليوم ده، تعالوا ننضف اللي هي الجزء بتاع الكاسيت ده ونشوف نشغله ونسمع الصوت. الكورسين طالما لهم مفتوح يا جماعة فهنتهز الفرصة وارش كل المفاتيح ديت بكورسين أو جاز. وبالنسبة للمفتاح اللي هي الكنترول دي اللي هي تعلية الصوت توطية الصوت ده هعملها WD-40، ومش مشكلة يا جماعة لأن الكورسين ما بيسببش قفلة أساسا. and also this spring. can you see it؟ دلوقتي نجرب يا جماعة مع الشريط، وأنا شايف هنا في شرخ موجود في اللي هي البنش رولر. تعالوا نوصل الكهرباء يا جماعة. هو مفيش طبعا سماعة موصلها، بس أنا ملاحظه إن الكاسيت بطيء. أنا هغير يا جماعة اللي هي السير. ماشي، I'm going to replace the belt and I can also see some soot here. You see? So the belt might have eroded. So I'm going to replace it and see. نفس المشكلة يا جماعة بعد ما غيرنا السير، لازال برضه بطيء. يبقى في الحالة ديت هنعمل ايه؟ هنسرع الموتور شوية من هنا يا جماعة. انا برضه يا جماعة هرش اللي هي الموتور ب WD-40.
There's no way this motor needs to be replaced because it is not its original motor anyway. الموتور ده محتاج اللي هو يتغير يا جماعة لأنه هو عموما مهوش الموتور الأصلي بتاعه. كده عايزين نغيره موتور 9 فولت. لقيت بديل كويس اهو يا جماعة ياباني 9 فولت. Yes, it is correct now. مظبوط كده الوقت يا جماعة. Now I'll put it back and restore it. هرجعه الوقت اقفله تاني. مننساش ان احنا نشحم الأجزاء المتحركة دي ودي. تمام. Don't forget to grade this tune and wheel. And this one also. توهم صدقتها يلي عشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظالم. الوقت زي ما احنا شفنا يا جماعة والحمد لله رجع اشتغل تاني. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش في المشاركة والاشتراك والإعجاب، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومع حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And this was the end of our video. Please don't forget to subscribe, share, comment and like. See you on a new video, the new product. Bye for now.